من المواقف العالقة في ذهني والتي دائما أستحضرها وأذكرها لما كنت في المدينة المنورة، جاءني اتصال من شخص لا أعرفه حقيقة. عبد المال العجمي؟ إيه نعم. قال والدي وأعمامي يريدون اللقاء بك. رتبنا ونسقنا. هم طبعا يسكنون في مدينة بدر تبعد عن المدينة المنورة بما يقارب 160 كيلو. سافرت إلى هذه المدينة وتم اللقاء مع الشيبان الثلاثة الأخوة الفضلاء، وجلسنا وتحدثنا عن العمل الخيري، وثم أكرموني وضعوا عشاء وتناولنا جميعا، ومن ثم غادرت. فلما غادرت حقيقة حز في خاطري وجاء في نفسي كيف مسافر واستقطعت الوقت الطويل في ذلك اليوم الجلوس مع هؤلاء الشيبان. أسأل الله يرحم من مات ويطيل العمر من بقي منهم حيا ولم يقدموا شيئا. فجاء في نفسي وحديث نفس حقيقة وأسأت الظن، وعدت إلى المدينة. اليوم الثاني جاءني اتصال من أحد الشيبان الثلاثة. عبد المانع؟ نعم، سأرسل لك ابني ومعه 200 ألف ريال، ضعها في أبواب الخير، ولكن لي شرط وطلب. قلت تفضل. قال لي لا أريد أحد يعلم بهذه الأموال إلا الله سبحانه وتعالى، لا أخوتي ولا غيرهم. قلت له حسنا وجزاك الله خير وشكرته. بعد العصر اتصل علي الشايب الثاني. عبد المانع؟ نعم، سأرسل لك ابني ومعه مبلغ 150 ألف ريال، وعندي طلب وعندي شرط. تفضل يا عم، أخوتي لا يدرون ولا أريد أحد يعلم بما قدمت، أريده لله سبحانه وتعالى. وبعدها اتصل علي الشايب الثالث ونفس الحكاية. سبحان الله، هذا نأخذ من الموقف، نأخذ منه دروس وعبر. لا تستعجل في الحكم، لا تسيء الظن بالآخرين. أنا أسأت الظن وحكمت عليهم، أضاعوا لي وقتي، ومن ثم لهم مغزى ولهم هدف آخر، وهو أخفاء هذا العمل يريدونه بينهم بين الله سبحانه وتعالى. هذا من المواقف اللطيفة الجميلة التي لا أنساها أبدا.